بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حفظنا مع بعض الملوخية، تعالوا نحفظها بطريقة تانية. تمام، وهقول لكم بكل مصداقية انهي طريقة الأحسن للحفاظ على اللون وعلى القوام وعلى الطعم. دي أهم حاجة احنا بنسعى ليها. جبت الملوخية وارطفتها زي ما انتم شايفين وغسلتها، وبصوا بقى كده خليتها نشفت، ما فيهاش ولا نقطة مية زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة ما يبقاش فيها ولا نقطة مية. هحفظه بالشكل ده جوه الكيس، فضيت منه الهواء خالص تماما، واول ما يطلع هسخن الشوربة، تبقى الشوربة سخنة، وافرم بسرعة الملوخية، لان هي لو استنت اكتر من كده اول ما تطلع بتسود على طول. يبقى انا لازم